السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. من هو حسن نصر الله؟ وما هي قصة تأسيس حزب الله في لبنان؟ وكيف كان حسن نصر الله شديد الولاء لإيران حتى أكثر من الإيرانيين أنفسهم؟ ولماذا كشر عن أنيابه بعد عام 2000 تحديدا وأغرق لبنان في بحر من الفقر والدم، وأغرق العالم العربي في بحر من المخدرات؟ وما هي الاغتيالات الدموية التي نفذها حسن نصر الله خلال عشرات السنوات؟ كيف حاول حسن نصر الله غسيل سمعته من تلك الاغتيالات؟ ولماذا يحرص حسن نصر الله على إبقاء أي حكومة لبنانية ضعيفة لا تهش ولا تنش؟ قصة حسن نصر الله التي انتهت قبل أيام، وخلونا نحكي لكم القصة من البداية. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، ولا تنسى أن اللايك الذي تضعه لهذه الحلقة لا يضرك وينفعنا ويجعلها اليوتيوب من ضمن المقترحات حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. كما يسرني تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر وعلى السناب وعلى التيك توك، وتجد روابطها في الأسفل. كما عودناكم، بسم الله نبدأ. ولد حسن عبد الكريم نصر الله في 31 أغسطس من عام 1960 في بلدة البازورية القريبة من مدينة صور في جنوب لبنان. والده عبد الكريم نصر الله، ووالدته نهدية صفي الدين، وهو الابن البكر من بين 3 أشقاء و5 شقيقات. تلقى تدريسه الابتدائي في مدرسة الكفاح في الضاحية الشرقية من بيروت، وهو أحد الأحياء الفقيرة المهمشة. وتابع دراسته في مدرسة الثانوية التربوية في منطقة سن الفيل. عادت عائلته إلى مسقط رأسه في بلدة البازورية عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975، وواصل فيها تعليمه في المرحلة الثانوية. كان الشيعة في لبنان في تلك الفترة يميلون إلى الانضمام إلى صفوف الحركات والمجموعات السياسية والاجتماعية المتنوعة المتاحة آنذاك، مثل الحزب الشيوعي اللبناني والتيار الناصري وحزب البعث، بل حتى ضمن الحركات الفلسطينية، ولم يكن لهم كيان خاص بهم. في مؤتمر صحفي عام 1975 أعلن موسى الصدر عن تأسيس حركة سماها حركة المحرومون، وأسس لها جناح عسكري باسم أفواج المقاومة اللبنانية. ولو أخذنا كل حرف من كل كلمة لجاء عندنا اختصار لهذه العبارة بعنوان حركة أمل، وهي حركة سياسية عسكرية للدفاع عن حقوق الطائفة الشيعية في لبنان المتعدد الطوائف. وما إن برزت حركة المحرومون والتي اشتهرت باسمها المختصر حركة أمل، حتى أصبحت الحركة الأكثر شعبية بين أواسط الشيعة من الطبقات المتوسطة والمغتربين اللبنانيين العائدين من أفريقيا، وكذلك بعض الزعامات المتنفذة داخل النظام الإقطاعي اللبناني. كانت سياسة موسى الصدر متمثلة بضرورة التضامن الاجتماعي الشيعي ومقاومة إسرائيل. كان هذا الأمر هو النقطة الجاذبة لشيعة لبنان، وساهم بنمو هذه الحركة. انضم حسن نصر الله إلى حركة المحرومون أو المعروفة اختصارا بحركة أمل خلال مرحلة دراسته الثانوية، ورغم حداثة سن عين مسؤولا تنظيميا للحركة في بلده البازورية. غادر حسن نصر الله لبنان والتحق بالحوزة العلمية في النجف في العراق في عام 1976، أي بعد عام من تأسيس حركة المحرومون أو حركة أمل، وكان عمره وقتها 16 سنة. في العراق بدأ حسن نصر الله مراحل دراسته الدينية، كما تعرف في العراق على عباس الموسوي الذي أصبح لاحقا أحد مؤسسي حزب الله. أشرف الموسوي على تعليم هذا الشاب اللبناني الوافد وعلى تكوينه في عام 1978، أي بعد 3 سنوات من إنشاء موسى الصدر لحركة المحرومون أو حركة أمل. حدثت واحدة من أكثر الألغاز غموضا ولا تزال غامضة حتى يومنا هذا. سافر موسى الصدر إلى ليبيا بدعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي لحضور احتفالات ثورة الفاتح من سبتمبر، لكن المفاجئ أن موسى الصدر اختفى في ليبيا من ذلك الوقت حتى يومنا هذا، ولم يعثر له على أثر. اتهم نظام القذافي باعتقال واغتيال موسى الصدر باتفاق مع حاشية الخميني، لأن موسى الصدر كان أشهر شخصية شيعية في ذلك الوقت. يقول الباحث الإيراني الدكتور علي نوري زاده، وهو صديق شخصي للصدر ويرأس مركز دراسات متخصص في الشؤون الإيرانية في لندن، إن الصدر كان استشعر خطر وصول الخميني إلى السلطة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأجرى اتصالات سرية مع الشاه
محمد رضا بهلوي، وهو ما علم به الخميني لاحقا، فقرروا التخلص من موسى الصدر والذي كان يمثل خطرا عليهم وعلى طموحاتهم بالاستيلاء على الحكم في إيران، وهو ما تم فعلا بالتعاون مع معمر القذافي والذي كانت له علاقة سيئة مع نظام الشاه في إيران. وأوضح الباحث الإيراني أيضا أنه كان يتردد في سبعينيات القرن الماضي على بيروت ويقيم في منزل موسى الصدر، وأنه يعلم بالاتصالات التي جرت بين موسى الصدر وبين شاه إيران، مشيرا إلى أن واحدة من تلك الرسائل وصلت إلى الخميني بدلا من الشاه نتيجة خيانة حدثت، وعندها قرر الخمينيون التخلص من موسى الصدر والذي يعتبر كما قلنا خطرا عليهم ومنافسا للخميني في حكم البلاد. ومما يؤكد تورط حاشية الخميني بالتخلص من موسى الصدر بحسب ما يقول الباحث الإيراني أنه منذ وصول الخميني إلى الحكم وسقوط حكم الشاه في إيران لم يعد النظام الإيراني يطالب معمر القذافي بمعلومات عن موسى الصدر. في عام 1978 بدأ صدام حسين بالتضييق على حوزات الشيعة في العراق، دفعت هذه المضايقات الشاب اللبناني حسن نصر الله إلى العودة إلى لبنان والالتحاق بحوزة الإمام المنتظر في بعلبك، وهي مدرسة دينية أسسها عباس الموسوي الذي تعرف عليه حسن نصر الله في العراق، وتعتمد هذه المدارس نفس المناهج المتبعة في مدرسة النجف بالعراق. وبعد عودة حسن نصر الله من العراق إلى لبنان استأنف نشاطه التنظيمي والسياسي في حركة أمل، إذ عين عام 1979 مسؤولا سياسيا لمنطقة البقاع وعضوا في المكتب السياسي. في نهاية الثمانينات سافر حسن نصر الله إلى إيران لمواصلة تعليمه الديني في مدينة قم، والتي تعد ثاني أهم مركز ديني تعليمي للشيعة بعد النجف. قضى سنة في إيران ثم عاد إلى لبنان مرة أخرى وعاد إلى نشاطه السياسي مع حركة أمل. كانت الثورة الخمينية التي حدثت عام 1979 كان لها تأثيرا مهما على الشيعة في لبنان بعد غياب موسى الصدر واختفائه كما ذكرنا. تصاعد الخلاف داخل حركة أمل بين خط الصدر وخط الخميني. خط الصدر لا يدين بالفضل للخميني ولا يخضع لأوامر السلطة في إيران، لأن خط الصدر يعتبر نفسه هو الأم للشيعة في لبنان ووجودهم سابق على وجود الثورة الخمينية نفسها، كما أن خط الصدر لا يؤمن بولاية الفقيه التي يؤمن بها خط الخميني، إلا أن أبرز من تصدى لنقد نظرية ولاية الفقيه بشكل فقهي هو المرجع الأشهر محمد مهدي شمس الدين، الذي ركز نقده لنظرية ولاية الفقيه على تبيان تجافيها عن أبرز أصول الشيعة الإمامية. مهدي شمس الدين الذي خلف الصدر في زعامة المجلس الأعلى يرى أن ولاية الفقيه التي يؤمن بها الخميني ويدعو لها ويتبناها ذات مفاهيم غريبة عن العقيدة الإمامية، ومن شأنها توسيع صلاحيات الفقيه بما لا يتناسب مع عقيدة الإمامية، وفي ذلك تعد على صلاحيات الإمام الغائب. المهم أن الخلاف تصاعد بين خط الصدر وخط الخميني داخل حركة أمل، ووصل الخلاف بينهم إلى نقطة اللا عودة. في عام 1980 وبعد غياب موسى الصدر تولى قيادة حركة أمل نبيه بري، وفي عام 1982 حدث أمر لم يكن بالحسبان وهو الاجتياح الإسرائيلي للبنان. غادر وقتها حسن نصر الله واتجه إلى إيران. يقول أتباع حسن نصر الله لاحقا أنه غادر لمواصلة طلب العلم في الحوزات العلمية في قم، لكن تكشف أخيرا أنه ذهب للمشاركة مع الجيش الإيراني في التصدي لتقدم الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وهذه بعض الصور التي تم تسريبها لاحقا لحسن نصر الله في جبهات القتال مع إيران ضد العراق، لكن حسن نصر الله عاد سريعا إلى لبنان بعد تصاعد الخلافات داخل حركة أمل بين خط الصدر وخط الخميني. وصلت الخلافات إلى أوجها عام 1982 عندما انشق حسين الموسوي نائب نبيه بري في حركة أمل. انشق حسين الموسوي ليؤسس حركة جديدة لكن سماها حركة أمل الإسلامية. بعد شهرين من هذا التأسيس التقى الخميني في إيران بعدد من الشخصيات الشيعية البارزة في لبنان بما فيهم صبحي الطفيلي ومحمد حسين فضل الله وغيرهم. كان هذا الاجتماع جزء من جهد إيران
الإيراني لتجميع مجموعات متنوعة من الجماعات الشيعية اللبنانية المسلحة تحت سقف واحد وخارج نطاق حركة أمل. اتفق المجتمعون مع الخميني على تكوين حزب جديد، لكنهم فشلوا في الاتفاق على اسم لهذا الحزب. اختار المجتمعون الاسم الذي اختاره الخميني للحزب الجديد والذي سماه حزب الله. ضمت المجموعة الأولى المكونة لحزب الله اتحاد الطلاب المسلمين والفرع اللبناني لحزب الدعوة الإسلامية في العراق، والذي ساعد فضل الله في تشكيلهما، بالإضافة إلى حركة أمل الإسلامية التي أسسها حسين الموسوي والمنشقة من حركة أمل الأم. ساعد وفد من الحرس الثوري الإيراني المتمركز في وادي البقاع في تشكيل نواة قيادة لحزب الله. حزب الله نشأ جراء صفقة سورية إيرانية سمحت لطهران بنشر حوالي 1500 فرد من الحرس الثوري في هيئة علماء دين ومسؤولين عسكريين. يقول السيد إبراهيم الأمين الناطق الرسمي لحزب الله جوابا حول سؤال عن علاقة حزب الله بإيران: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. نما الجناح العسكري لحزب الله بسرعة نتيجة التمويل والتدريب الإيراني، وجاء الإعلان التأسيسي للحزب أو ما يسمى الرسالة المفتوحة، والتي وجهها الحزب إلى المستضعفين كما سماهم في لبنان والعالم في عام 1985: إننا أمة أبناء حزب الله نعتبر أنفسنا جزءا من أمة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آيات الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله. وبدون أدنى شك ترك حسن نصر الله حركة أمل وانضم إلى الحزب الجديد حزب الله مباشرة، وتولى مسؤولية منطقة البقاع، وكانت مهمته تعبئة المقاتلين وإنشاء الخلايا العسكرية. لا توجد مصادر مستقلة تتحدث بالتفصيل عن طريقة إدارة حزب الله قبل عام 1989، لأن المعلومات المتداولة تفيد أن قيادة الحزب كانت جماعية إلى أن انتخب الأمين الأول لحزب الله وهو صبحي الطفيلي الذي تولى هذا المنصب من عام 1989. في 19 مايو عام 1985 ثار قتال عنيف بين حركة أمل الشيعية الأم والحركات المسلحة الفلسطينية في مخيمي صبرا وشاتيلا، بالإضافة إلى مخيمات برج البراجنة في بيروت. قاتل مع حركة أمل الشيعية ضد الفصائل الفلسطينية السنية المسلحة لواء المشاة السادس في الجيش اللبناني بقيادة الجنرال عبد الحليم الكينج، بالإضافة إلى كتيبة المشاة 87 التابعة للواء الثامن ذو الأغلبية المارونية المسيحية والموالي للعماد ميشيل عون. كما حظيت حركة أمل بدعم كبير من سوريا ودعم غير مباشر من إسرائيل. ارتكبت فيها حركة أمل الشيعية مذابح شنيعة في أهل السنة في مخيمي صبرا وشاتيلا، لا تزال بعض فصولها مجهولة إلى الآن. في عام 1985 انتقل حسن نصر الله إلى بيروت وتولى مهمة نائب مسؤول المنطقة، وواصل الصعود في سلم المسؤوليات إلى أن أصبح مسؤول المدينة ثم المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى. في عام 1988 وصلت الخلافات بين حركة أمل وحزب الله الشيعيتين إلى نقطة الصدام المسلح، وفعلا انفجر الوضع بين الطرفين. بدأ الصراع باشتباكات بين الطرفين في مارس من عام 1988، ثم استحال إلى مواجهات عسكرية عنيفة في 5 نيسان من نفس العام ليمتد إلى 3 سنوات تفجر فيها الصراع عنيفا بين الطرفين. سميت هذه الحرب بين حركة أمل وحزب الله الشيعيتين سميت بحرب الإخوة الأعداء أو حرب الشقيقين. ارتقى حسن نصر الله في الرتب العسكرية لحزب الله وأصبح شخصية بارزة في اشتباكات الحزب مع حركة أمل، وعندما أصبحت مكانته القيادية واضحة سافر إلى مدينة قم في إيران، عاد بعدها للقتال في لبنان حتى عام 1989 إلى حين انتهاء الحرب بين الطرفين الشيعيين إثر توقيع اتفاق سلام بين الجانبين رعته سوريا وإيران بصفتهما الدولتين الراعيتين والداعمتين لطرفي النزاع. سقط آلاف القتلى والجرحى في صراع الإخوة الأعداء، لكن الحرب الأهلية اللبنانية استمرت في اشتعاله، فالكل يقاتل الكل، تحالفات تعقد بالليل وتنقض بالنهار، والطائفة نفسها يقاتل بعضها بعض كما حدث بين الشيعة وأيضا بين الموارنة. هنا جاءت السعودية وجاء معها الخير دائما. التدخل السعودي في الصراع اللبناني كان لمحاولة وقف الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.
سنة تطاحن فيها اللبنانيون بعضهم مع بعض. التدخل السعودي في بدايته كما روى ذلك الأمير تركي الفيصل كان عبر رفيق الحريري والأمير بندر بن سلطان عبر ما يسمى اللجنة السداسية، لكن المحاولة مع الأسف فشلت. أعاد الملك فهد رحمه الله المحاولة مرة أخرى عبر ما يسمى اللجنة الثلاثية. دعا الملك فهد رحمه الله مجلس النواب اللبناني للاجتماع في مدينة الطائف السعودية لوضع حل للحرب الأهلية اللبنانية. اختيار مدينة الطائف السعودية حتى يكون النواب اللبنانيون بعيدون عن أي تأثير وعن أي محاولة اتصال من أي طرف قد يفسد الاتفاق، وفعلا منعت السعودية أي جهة وأي دولة من الاتصال بالنواب اللبنانيون أثناء الاجتماعات حتى لا يتم التأثير عليهم. حكى الأمير تركي الفيصل أيضا أن أحد سفراء الدول الغربية حضر إلى مدينة الطائف ليتواصل بأحد أطراف النزاع اللبنانية، لكن الحكومة السعودية منعته وأبعدت. حكى أيضا الأمير تركي الفيصل الجهد المضني الذي قام به الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لإتمام الاتفاق حتى يخرج لبنان من تلك الحرب المهلكة. وفعلا تم الاتفاق الشهير باسم اتفاق الطائف في عام 1989، وهو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني. في عام 1989 أيضا انتخب صبحي الطفيلي أول أمين لحزب الله، فيما كان الحزب قبل ذلك يدار بشكل جماعي، لكن في عام 1991 طرد حزب الله أمينه صبحي الطفيلي لينتخب بدلا عنه عباس الموسوي، لكن عباس الموسوي لم يستمر في القيادة طويلا إذ اغتالته إسرائيل بعد 9 أشهر من تعيينه في عام 1992. بعد ذلك انتخب مجلس شورى حزب الله حسن نصر الله أمينا عاما للحزب خلفا لعباس الموسوي، على الرغم من أن حسن نصر الله لم يكن نائبا للأمين العام السابق وكان أصغر أعضاء مجلس الشورى سنا، إلا أن مجلس شورى حزب الله انتخبه في هذا المنصب بالإجماع. بوصول حسن نصر الله الإيراني المتعصب لإيران كتب تاريخ جديد للبنان، وأعلن حسن نصر الله من أول يوم أنه سيحول لبنان إلى جزء من إيران. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. بوصول حسن نصر الله إلى قيادة حزب الله زادت قوة الحزب بفضل الدعم الإيراني سواء من خلال التمويل أو من خلال التدريب العسكري، لكن حسن نصر الله في ذلك الوقت لم يكن يملك أرضا لينطلق منها ويبني عليها دولة الولي الفقيه في لبنان، فجنوب لبنان تحتله إسرائيل من سنوات وبقية لبنان تشاركه فيها بقية الطوائف. في عام 1992 وهو العام الذي انتخب فيه حسن نصر الله جاءت السعودية مرة أخرى إلى لبنان وجاء معها الخير. انتخب الرئيس رفيق الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية، قبل تعيينه آنذاك بحماس كبير من غالبية اللبنانيين بمختلف طوائفهم الذين أنهكهم الحرب. خلال أيام ارتفعت قيمة العملة اللبنانية بواقع 15%، ولتحسين الاقتصاد قام بتخفيض الضرائب على الدخل إلى 10%، وقام باقتراض مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق التي دمرتها الحرب. كانت فترة رفيق الحريري من أزهى عصور لبنان، وفيها عرف لبنان على مستوى العالم. 8 سنوات قضاها رفيق الحريري كانت فيها لبنان ملء السمع والبصر. اكتسب الحريري ومن ورائه السعودية الداعمة سمعة هائلة في الأواسط اللبنانية بجميع طوائفها، فاليد السعودية دائما تحمل النماء والازدهار والتقدم. غادر رفيق الحريري فترة رئاسته الأولى في عام 1998، لكنه عاد مرة أخرى عام 2000 ليكمل مسيرة النماء التي بدأها، وعقد اللبنانيون عليه الآمال الكبيرة أن تعود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى، فوراءه السعودية صاحبة اليد الخيرة التي لا تريد من وراء عطائها مصلحة. لكن الوضع قد تغير وجد أمر جديد في الانتخابات الإسرائيلية عام 1999. وعد يهودا باراك زعيم حزب العمل أثناء دعايته الانتخابية لرئاسة الحكومة، وعد أنه سيسحب الجيش الإسرائيلي
الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد فوزه في الانتخابات، وفعلا فاز بالانتخابات ووفى بوعده عام 2000، إذ انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان حتى الحدود الدولية بين البلدين. تفاخر حزب الله بهذا الانسحاب وسوقه على أنه انتصار له في مواجهة إسرائيل، وأنه حرر جنوب لبنان فهو الأحق بحكمه. وللمعلومية أيضا أن إسرائيل انسحبت من غزة عام 2005، فيما يبدو أنها كانت خطة إسرائيلية لانسحابات لإعادة التموضع وبناء الخطط من جديد. سيطر حزب الله على جنوب لبنان حتى الشريط الحدودي مع إسرائيل، وبدأ حزب الله بإقامة قواعده الحربية وتحصيناته في مواقع منتشرة في جميع أرض لبنان الجنوبي. ومن تلك اللحظة ولدت دولة ولاية الفقيه في لبنان. عاد رفيق الحريري كما قلنا لكم عام 2000 لتولي الحكومة اللبنانية على أمل أن يواصل النجاح في قيادته لبنان كما حدث في فترة رئاسته الأولى، لكن الوضع قد تغير، فقد ولدت دولة ولاية الفقيه برئاسة حسن نصر الله، الكاره لكل ما هو سني والكاره لكل ما هو سعودي. كانت الشعبية الجارفة لرفيق الحريري بين كل الطوائف اللبنانية، بل حتى داخل الطائفة الشيعية، هي التهديد الحقيقي لزعيم دولة ولاية الفقيه الجديد حسن نصر الله. عرقل حسن نصر الله كل مساعي حكومة رفيق الحريري، وأخل بكل الاتفاقات، وعارض كل مشروع يدعو إلى استقرار لبنان وازدهاره، فهو يؤسس لدولة ولاية الفقيه الخاصة به، والذي وعد حسن نصر الله بأول أيام توليه لحزب الله. أصبح رفيق الحريري هما مقلقا لحسن نصر الله ولا بد أن يزيحه، فهو لا يطيق وجود سياسي سني يزاحمه الزعامة بين اللبنانيين، وهذا ما حدث فعلا. ففي عام 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري رحمه الله جراء الانفجار الذي استخدمت فيه 1800 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار. قتل مع الحريري أكثر من 21 شخص، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، وأدت شدة الانفجار إلى هدم فندق سانجور وبعض المباني المحيطة به. بعد اغتيال رفيق الحريري بعدة أشهر أسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي محكمة جنائية أقرت بمجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة المكلفة بالتحقيق لمعرفة من يقف خلف اغتيال الحريري. حاول حسن نصر الله جاهدا وبكل الوسائل منع تشكيل تلك المحكمة، ثم حاول عرقلة أعمالها بعد تشكيلها، وشل الحركة في قلب بيروت العاصمة، وضغط سياسيا داخل الحكومات التي تلت الاغتيال. ومن شدة إرهاب حسن نصر الله للبنانيين بعد اغتيال الحريري، لم يجرؤ عدد كبير من النواب والشخصيات المعارضة على التجول في شوارع بيروت العاصمة، وفرض عليهم حسن نصر الله بما يشبه الإقامة الجبرية، وبقوا إما في الفنادق أو في بيوتهم أو في أماكن سرية. وبعد اغتيال الحريري عام 2005 وحتى هذا العام 2024 قام حسن نصر الله بأكثر من 36 جريمة بين تفجير واغتيال أو محاولة اغتيال لشخصيات معارضة لحزب الله ومن كل الطوائف اللبنانية، وهذه قائمة أمامك بجميع تلك الجرائم والتي اقتربت من 36 جريمة، ونذكر بعضا منها على سبيل الاختصار. في 2 يونيو 2005 اغتيال الصحفي سمير قصير بتفجير سيارته شرقي بيروت. 11 يونيو 2005 اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في تفجير مماثل. 12 ديسمبر عام 2005 اغتيال النائب والصحفي جبران تويني ومرافقيه بانفجار سيارة مفخخة في بيروت. 11 نوفمبر 2006 اغتيال وزير الصناعة وقتها بيار الجميل بإطلاق النار على موكبه. 10 يونيو 2007 اغتيال النائب عن تيار المستقبل وليد عيدو بتفجير سيارته في بيروت، مما أدى أيضا إلى مصرعه ومصرع نجله الأكبر. 19 سبتمبر عام 2007 اغتيال النائب عن حزب الكتائب انطوان غانم بانفجار سيارة مفخخة في منطقة سن الفيل شرقي بيروت. في ديسمبر عام 2007 اغتيال مدير العمليات الجيش اللبناني اللواء فرانسوا الحادي، أول استهداف للمؤسسة العسكرية. في يناير عام 2008 اغتيال النقيب في فرع معلومات بقوى الأمن الداخلي وسام عيد، عمل عيد ضمن فريق التحقيقات باغتيال الحريري. في أكتوبر عام 2012 اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن في انفجار في منطقة الأشرفية في بيروت. وكان آخر عمليات اغتيال قبل انشغال حزب الله بالثورة السورية اغتيال وزير المالية السابق محمد شطح عام 2013.
نشر حزب الله دوامة من الرعب والخوف والقتل والاغتيال لمن يرفع صوته أو يعارض وجوده، بعد إدانة المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري. أدانت تلك المحكمة أفراد في حزب الله. خرج حسن نصر الله رافضا الإدانة لأفراد حزبه وقال ما نص: لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في 30 يوم أو 60 يوم أو 30 سنة أو 300 سنة. بعد اغتيال الحريري وما صاحبها من أحداث تلطخت سمعة حسن نصر الله وحزبه وكرهه اللبنانيون بجميع طوائفهم. احتاج حسن نصر الله إلى غسيل سمعة، فكانت الحجة المعتادة لغسيل السمعة والظهور بمظهر البطولة وإشغال العالم عن جريمة اغتيال الحريري هي مقاومة إسرائيل. ففي عام 2006 قرر حزب الله أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسراه عند إسرائيل، كان من ضمنهم سمير القنطار، وكذلك ببعض اللبنانيين من طوائف أخرى للظهور بمظهر البطولة أمام الشعب اللبناني. وفعلا نفذ حزب الله عملية سماها الوعد الصادق أدت إلى أسر جنود إسرائيليين. وفي اليوم التالي شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا وحشيا على جنوب لبنان مستهدفا محطات الكهرباء ومطار بيروت وشبكة من الجسور والطرق، مما أدى إلى مقتل المئات. بعدها فرضت إسرائيل حصارا بحريا وجويا على لبنان. سمت إسرائيل عمليتها تلك الثواب العادل. استنكرت السعودية ومصر تصرف حزب الله وما جره على لبنان من تدمير، ووصفت السعودية تصرف حزب الله على لسان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل رحمه الله أنه تصرف غير مسؤول ومغامرة غير محسوبة دون الرجوع إلى السلطة الشرعية. كان إعلام حزب الله وما يسمى حزب المقاومة والممانعة هجوما إعلاميا كاسحا على السعودية، وخرجت مظاهرات مؤيدة لحزب الله في عدد من الدول العربية رافعة فيها أعلام حزب الله وصور لحسن نصر الله، وطالبت تلك الجماهير بدعم حزب الله عسكريا ضد إسرائيل. وأعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أن جماعة الإخوان مستعدة لإرسال عدة آلاف من أعضائها للقتال إلى جوار حزب الله في لبنان في حربه مع إسرائيل. خرج حسن نصر الله من حرب تموز مزهوا بنفسه وحقق كل ما يريد، فأشغل العالم عن جريمة قتل الحريري وظهر بمظهر المقاوم البطل وصاحب الشعبية الجارفة. لاحقا اعتذر حسن نصر الله لحاضنته الشيعية في لبنان عن حرب تموز، وأنه لو كان يعلم أنها ستجر كل هذا الدمار ما أقدم عليها، والصحيح أنه يعلم ويعلم الرد الإسرائيلي، لكن كان هذا التصرف ضرورة لغسيل السمعة. بعد 2006 وحرب تموز زادت شعبية حسن نصر الله وازدادت قوة دولة ولي الفقيه في جنوب لبنان على حساب الدولة المركزية اللبنانية. ولدعم حزب الله ماليا أصبحت مناطق حزب الله في جنوب لبنان أحد أكبر مناطق إنتاج وتصدير الحبوب المخدرة في العالم. لاحقا كشف السفير السعودي في لبنان الأستاذ وليد بخاري أنه تم إحباط تهريب أكثر من 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى أطنان من الحشيش المخدر. يستفيد حزب الله من تصنيع وتهريب المخدرات أمرين: أولا الدخل المادي الضخم حيث بلغت قيمة ما ينتجه وما يهرب حزب الله من المخدرات ما يقارب 5 مليارات دولار سنويا. الأمر الثاني هو إهلاك الدول السنية وإشغالها بقضية المخدرات والقضاء على شبابه. وليتفرغ أكثر حسن نصر الله لبناء دولة الولي الفقيه في جنوب لبنان لكي يتفرغ أكثر لإشغال الدول السنية. عقد حسن نصر الله هدنة مع المسيحيين بعام 2006 فيما يسمى اتفاق مار مخايل. هذا المصطلح يشير إلى اتفاق سياسي بين حزب الله بقيادة حسن نصر الله والتيار الوطني الحر المسيحي بقيادة ميشيل عون. هذا الاتفاق تم توقيعه في كنيسة مار مخايل الواقعة في تلك المنطقة، ولهذا سمي الاتفاق باسمها. شكل هذا الاتفاق تحالفا سياسيا بين الحزبين، أو لنكن صريحين في العبارة بين الشيعة والمسيحيين. بهذا الاتفاق ازدادت قوة حسن نصر الله وأصبح فعلا دولة داخل دولة. في عام 2007 قام أنصار حزب الله باعتصام في بيروت حول مقر رئاسة الحكومة لمحاولة إقالة حكومة السني فؤاد السنيورة، وكان مطلبهم المعلن الحصول على حق النقض في تلك الحكومة. وكما قلنا لكم حسن نصر الله يكره كل ما هو سني مهما كان توجه السياسي ومهما كانت أفكاره. استمر اعتصام أنصار حزب الله في بيروت أكثر من 18 شهر، أدى الاعتصام إلى شلل كامل في وسط بيروت ولا سيما في منطقة الاعتصام والشوارع المحيطة بها، مما أدى إلى إقفال عشرات المحلات والمؤسسات التجارية وصرف موظفيها. قدر مسؤولون وخبراء اقتصاديون إجمالي الخسائر التي
التي تكبدها قطاع التجارة في لبنان بسبب الاعتصام بنحو 10 ملايين دولار يوميا. في هذه الأثناء اغتال حسن نصر الله عضوي مجلس النواب المعارضين لحزب الله وليد عيدو وانطوان غانم. في عام 2008 اغتال حسن نصر الله ضابط المخابرات في قوى الأمن الداخلي وسام عيد والذي كان يحقق في قضية اغتيال رفيق الحريري. بدأ حسن نصر الله في تلك السنة في إنشاء شبكة اتصالات خاصة به ليكمل فعلا وجود دولة داخل دولة. قررت حكومة فؤاد السنيورة اعتبار شبكة اتصالات حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام، وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، مشيرة إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد من خلال ما تقوم به هيئات إيرانية. خرج حسن نصر الله غاضبا ومهددا ومتوعدا بأن المساس بشبكة اتصالاته هو كالمساس بسلاحه. وفعلا اجتاح حسن نصر الله عسكريا مدينة بيروت وقرى في جبل لبنان، أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى. تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها بشأن شبكة اتصالات حزب الله. أصبح حسن نصر الله فعليا هو الحاكم الفعلي للبنان، وكل من يخالفه هو عميل أو خائن أو صهيوني ومصيره القتل. واتضح حرفيا أن حسن نصر الله يعادي كل ما هو سني. في عام 2011 انهارت حكومة سعد الحريري عندما استقال نواب حزب الله وحلفائهم بسبب التوتر بشأن المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري. وفي عام 2012 انفجر الحقد الطائفي الأعمى لحسن نصر الله وحزب الله وأفرغ كل ما في جعبته من كراهية لأهل السنة بعد تدخل حزب الله إلى جانب قوات الأسد أثناء الثورة السورية. مارس حزب الله كل ما تتخيله وما لا تتخيل من إجرام طائفي ومجازر تلو مجازر تلو مجازر، وصلت إلى ذبح الأطفال بالسكاكين واغتصاب النساء ودفن الآلاف أحياء. وما فعله حزب الله في أهل السنة في سوريا قصة أخرى لا بد أن تروى يوما ما. في عام 2015 قامت السعودية بعاصفة الحزم حتى لا تتكرر مأساة جنوب لبنان في اليمن، ولا يكون أهل اليمن تحت رحمة سكين الولي الفقيه كما يفعل حسن نصر الله في لبنان. قدم حسن نصر الله كل خبرات حزبه للحوثيين وأوفد كل خبراء في إطلاق الصواريخ والمسيرات، بل هم من كان يفعل ذلك فعلا، لأن الحوثة وقتها مجموعة من جهال الكهوف. بل قال حسن نصر الله صريحة وبدون لف ودوران: أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله هلا. هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته، وبشعر أنه هيدا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو الجهاد، هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك. رغم أن بلده لبنان لم يصله من السعودية إلا كل خير ونماء واقتصاد، عانى اليمنيون من جرائم الحوثيين بمساعدة حزب الله كما عانى اللبنانيون من جرائم حزب الله أيضا. في عام 2018 فاز حزب الله وحلفائه بالأغلبية في أول انتخابات برلمانية بلبنان منذ عام 2009، وصل فيها لبنان إلى حالة من الانهيار الاقتصادي التام وانسداد الأفق السياسي. فآخر اهتمامات حسن نصر الله الحاكم الفعلي للبنان هو لبنان. صحيح أن حسن نصر الله متحدث جيد وخطيب مفوه، إلا أن كل جهده كان لتثبيت دولة الولي الفقيه في لبنان فقط، وإعاقة كل ما سواها، ومحاربة أي حكومة قوية قادمة، وإبقاء أي حكومة ضعيفة حتى يسهل سيطرته عليها. في عام 2019 تواصل الانهيار الاقتصادي للبنان ووصل إلى قاع سحيق، وصل السخط الشعبي إلى ذروته بعد فرض الحكومة سلسلة ضرائب جديدة، منها ضريبة على تطبيقات الاتصالات مثل واتساب وغيرها، والتي اعتبرت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. بسبب ذلك اشتعلت شرارة الاحتجاجات العارمة والتي سميت ثورة تشرين. بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي في مختلف مناطق لبنان بعد الإعلان عن ضرائب جديدة، وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد من بيروت إلى طرابلس إلى صيدا والبقاع، بل حتى في المناطق الجنوبية التي تعتبر قلاع حصينة لحزب الله. رفع المتظاهرون شعار مشهور جدا وهو عبارة كل يعني كل، في إشارة إلى رفضهم للطبقة السياسية كلها دون استثناء، وهو أمر غير مسبوق في الحركات الاحتجاجية اللبنانية التي كانت غالبا ما تتقسم على أسس طائفية. المظاهرات شملت اعتصامات وإغلاق طرق رئيسية وتجمعات كبيرة في الساحات العامة مثل ساحة الشهداء في بيروت وساحة النور في طرابلس. في عام 2020 لا بد لحزب الله أن يفجع اللبنانيين كالعادة، وفي 4 أغسطس من هذا العام انفجرت كميات كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخص وإصابة
إصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من لبنان. مرفأ بيروت الذي كان تحت سيطرة حزب الله ويشرف عليه حسن نصر الله بشكل كامل، وهو المسؤول عما يدخل وما يخرج منه. عارض حسن نصر الله قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، كما عارض من قبل التحقيق في اغتيال الحريري. معارضة حسن نصر الله لطارق البيطار لأن البيطار وجه اتهاما صريحا لبعض أفراد حزب الله في التسبب في انفجار المرفأ. دعت الأحزاب الشيعية للتظاهر والاحتجاج على القاضي البيطار، ولا زال حسن نصر الله حتى هلاك يعطل التحقيق في القضيتين، قضية مقتل الحريري وانفجار مرفأ بيروت. في عام 2021 تفاقمت حالة الفقر في البلاد، وأعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل ودعم واردات الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مما تسبب في أعمال عنف متفرقة عند محطات الوقود. في أكتوبر من هذا العام استدعت دول الخليج سفراءها في لبنان، وحظرت السعودية جميع الواردات اللبنانية احتجاجا على تصريح وزير متحالف مع حزب الله انتقد فيها السعودية بسبب الحرب على الحوثيين، وكأن هذا الوزير لا يرى في بلده الكوارث الذي تسبب فيها حسن نصر الله ومن ورائه إيران. بسبب هذا القرار زادت مأساة هذا البلد وزادت حالته الاقتصادية ترديا. في عام 2022 انخفضت الليرة اللبنانية إلى 34,000 مقابل للدولار الواحد، لتفقد أكثر من 90% من قيمته. ووجه البنك الدولي انتقادات حادة للنخب الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات الاقتصادية في العالم بسبب سيطرة تلك الطوائف على الموارد. بقاء لبنان بهذا الوضع البائس هو الذي يريد حسن نصر الله ويدفع الناس إليه، لأن بقاء الدولة ضعيفة يسهل سيطرته عليها. في عام 2023 وقعت أحداث ما يسمى طوفان الأقصى أو أحداث 7 أكتوبر المعروف، ومن شدة ولاء حسن نصر الله لإيران وخوفه عليها نفى حسن نصر الله مسؤولية إيران عن طوفان الأقصى، وقال في كلمته إن إيران تدعم حركات المقاومة بكل السبل لكن لا تتدخل في قرارها. حديث حسن نصر الله كان لإخراج إيران من معادلة الحرب، بعدما تحدثت تقارير غربية عن مشاركة إيرانية في أحداث 7 أكتوبر، وكان لا بد لهذا الشيطان من نهاية. جاء في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ودعوات المظلومين على هذا الشيطان لا تضيع هباء، ولا بد من حساب دنيوي قد يهلك الله الظالم بيد الظالم. في يوم السبت 28 سبتمبر عام 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال هذا الشيطان. لم يكن التأخر باغتيال حسن نصر الله كل تلك السنوات راجعا لشدة تخفيه أو حرصه أو قوة حمايته، بل راجع إلى أن القرار لم يتخذ، ولما اتخذ القرار تم التنفيذ وانتهت القصة. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.